النهاردة هنعمل أكلة شتوية. هنعمل فطاير سريعة جدا. هنجيب مية دافية، معلقة سكر ومعلقتين خميرة فورية أو خميرة بيرة لو متوفر، ونحط زيت. أنا هعملها بالزيت النهاردة صيامي. هنحط الدقيق ومعلقة ملح عشان نظبط الطعم، ونعجنهم كويس، وحط كمان معلقتين سمسم محمص، ونقلبهم كويس ونعجنها عجينة لينة كويسة بالمنظر ده لحد ما توصل للشكل ده. وبعدين أغطيها وأسيبها ترتاح في مكان دافي. ممكن أسيبها نص ساعة حسب الجو، في الصيف أو في الشتاء. وبعدين أجهز العجوة اللي هعملها حشو. أنا العجوة لو لينة بحط عليها السمسم بس وأعجنهم في بعض، إنما لو العجوة ناشفة بحط لها معلقة سمنة عشان تطريها شوية بس، وبعجنها على البارد زي كده لحد ما تبقى بالشكل ده، وأقطعها حسب حجم الفطيرة اللي أنا هعملها. لو أنت هتعملي القرصة تحب العجوة بتاعتها كتيرة، كبري حجم العجوة اللي في الحشو. لو بتحب العجوة قليلة في الحشوة في الفطيرة بتاعتك، يبقى قللي العجوة على حسب الرغبة. وبعدين بتجيبي العجينة، وشوفوا جميلة ازاي بعد ما اختمرت والخميرة مشيت في العجين وبقت تحفة. طبعا انا عشان بصور بيد وبسجل لكم بايدي التانية وبعمل بايد واحدة، بس انا هوريكم ازاي دي السادة. شوفوا العجينة جميلة ازاي وسلسة وجميلة جدا، كأني عجناها بلبن مع اني عجناها بمية وخميرة. بس هتيجي بعد كده هتجيبي اللي بالعجوة، هتفردي العجينة وتقفليها كويس عشان العجوة لو شمت النار هتتحرق وتلزق في الصينية. هتقفليها قفلة كويسة زي كده. هي العجينة طبعا عشان معجونة كويس فايه سلسة معاكي، هتبص تلاقيها عاملة زي اللبان، سهلة وبسرعة تتفرد معاكي اهو بالظبط كده. هتفرديها بالحجم اللي انت بتحبوه. بتحب الفطاير صغيرة كبيرة متوسطة، بالحجم اللي انتوا عايزينه لحد ما تخلصي الكمية اللي هتعمليها. انا هعمل جزء عجوة وجزء سادة. ده الجزء العجوة، عملت صينية عجوة اهو، وهعمل صينية تانية سادة بس عشان لما تتعمل اول باول هتبقى مش مرهقة ليكي، وكمان هتبقى طازة. بدل ما نقعد نشيلها في الفريزر ونعمل، هو ده كده كويس. كل يومين مثلا كل 3 أيام على حسب حاجة البيت، وسهلة بتتعمل بزيت. دي السادة، ودي تاكليها مع الجبنة، أو لو عندك حشوة جبنة تنفع تدخل الفرن زي الجبنة البراميلي الناشفة، ممكن تحشيها جبنة من دلوقتي، أو ممكن لما تطلع من الفرن تدهنيها بالجبنة زي ما هوريكي في نهاية الفيديو. دلوقتي هندخلها في فرن سخن لمدة 10 دقايق ربع ساعة حسب حرارة الفرن، وتطلع بالجمال ده. ادي العجوة اهي. اول ما تهدى بس انا هوريهم لكم بعد ما يهدى، هفتح لك العجوة وتشوفيها. حاجة تحفة طرية عملية وسهلة، ما خدتش وقت مننا ولا مجهود، 3 معالق زيت، وحاجة سهلة على طول من غير زبدة. وهو بصوا دي حشوة العجوة لذيذة. احنا بنحب الحشوة تبقى كتيرة، في ناس بتحبها قليلة، اعمليها حسب رغبتك. وده السادة ممكن تحط عليه جبنة، وانا عملت كام صباع كده. وكمان عملت هي دي اللي بقول لكم عليها، ممكن ندهنها السادة تدهنيها جبنة عادي، ويبقى فطار سريع ولذيذ ومغذي ومعمول في البيت، ما خدش مننا وقت. مع كوباية شاي بلبن، أسرع حاجة في البرد وعملية. وهو فرن البوتاجاز العادي خالص، ومسوينها وحاجة عارفينها، والحاجة نضيفة، والدقيق احنا عارفينه ونضيف، والزيت بنوع نضيف اللي احنا ضايفينه على الحاجة، فبيبقى طالع بالجودة دي أحسن من الفرن كمان. وكل سنة وانتم طيبين.
واتمنى ان الفيديو يعجبكم وتعملوا لايك او تعليق، تعليق جميل زيكم كده. والصلاة أصلي على سيدنا محمد. وكل سنة وانتم طيبين في بداية رجب إن شاء الله. وفي رمضان بإذن الله نعمل وصفات أكتر وأكتر، ونعمل أفكار لخزين رمضان، وأفكار في كل يوم نعمل فطار لرمضان إزاي وسحور بإذن الله. عايزة أسمع منكم تعليق جميل، وكمان لايك، عشان ده بيساعد القناة ويساعد الفيديو ينتشر. وبشكركم جدا، وكل سنة وانتم طيبين.